قوارب الجبنة الخطيرة فايته كتير قوي اللي مجربهاش. قد ايه سهلة وسريعة وبسيطة وكمان جديدة ومختلفة، حاجة كده اختراع، خفيفة جدا جدا وطعمها بجد خيال. قومي جربيها لولادك، قدميها هينبسطوا بيها جدا، غير ان شكلها جديد ومختلف زي ما انت شايفة كده، هشة وقطنية وكمان لذيذة. يلا نبدأ بسم الله ونصلي على الرسول ونشوف قد ايه مقاديرنا سهلة وبسيطة ومش هتاخد منك وقت خالص ولا مجهود. اول حاجة هجيب عندي بولة فاضية، هضيف فيها كوباية مية دافية، وضروري جدا تكون دافية طبعا. بعد كده هضيف نص معلقة كبيرة من السكر ومعلقة كبيرة من الدقيق وباكت من الخميرة. دي خميرة فورية، انا ضفت ظرف كامل زي ما انتوا شايفين كده. وهبتدي اخلط المكونات كلها لحد ما تدوب معايا وتبقى بالشكل ده كده. هغطيها بقى لمدة نص ساعة لحد ما تعمل فقاعات معايا على الوش كده، واتأكد ان الخميرة بتاعتي شغالة وفعالة زي ما انتوا شايفين كده. غطيتها واسيبها حوالي نص ساعة بالظبط. في الوقت ده بقى هجهز المواد الجافة. عندي نص كيلو من الدقيق ونص معلقة صغيرة من الملح ومعلقة كبيرة من اللبن البودر. هقلبهم كويس جدا بالشكل ده كده لحد ما اتأكد ان الخليط الجاف كله تجانس مع بعض بالشكل ده كده. في المرحلة دي بقى اشوف الخميرة بتاعتي. طبعا الخميرة طالما عملت فقاعات على الوش كده يبقى الخميرة بتاعتي شغالة وفعالة وكويسة جدا. اشتغلي بيها بقى بقلب جامد زي ما انت شايفة كده. في الوقت ده بقى هبتدي انزل بالخليط الجاف اللي احنا عملناه مع بعض، اللي هو نص كيلو من الدقيق ونص معلقة صغيرة من الملح ومعلقة كبيرة من اللبن البودر. طبعا زي ما احنا متفقين ومتعودين مع بعض مش هنزل بالدقيق كله مرة واحدة، هنزل بالدقيق على 3 مرات تقريبا. هنزل كده باول شويه وابتدي بقى اعجن كده واخلطه كويس جدا بالشكل ده كده زي ما انت شايفه. ابتديت بقى انزل بكميه الدقيق اللي عندي كلها، وطبعا هاجن بميه دافيه كده زي ما انتوا شايفين. يعني لمي كده العجينه بالميه كده، طبعا ما تكتريش علشان ما تسحش منك. ابتديت بقى اعجنها طبعا زي ما انتوا شايفين كده اهوت. عايزه اقولك بتاخد عجن شويه عشان تطلع معاكي نتيجه كويسه. بعد ما عجنتها حوالي 5 دقايق ابتديت بقى احط على الوش كده معلقتين كبار من زيت الزيتون. ما عندكيش زيت زيتون تقدري تستخدمي اي نوع زيت يكون كويس. وهبتدي اعجن فيها حوالي 10 دقايق كمان لحد ما تلمي معايا. عايزه اقولك ان العجينه دي بتبقى طريه وبتلزق، بس مش بتلزق قوي، يعني تعرفي تتحكمي فيها وتسلكيها من ايدك. هنا كانت خلاص العجينه بتاعتي اتعجنت زي ما انتوا شايفين كده. اسيبها حوالي نص ساعه تختمر، وطبعا هغطيها بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين بستريتش رول. بعد نص ساعه بالظبط كانت اختمرت جدا بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين. ابتديت بقى اسلكها من البوله، وطبعا جبت بقى رشه من الدقيق واخدت العجينه بتاعتي كده. ابتدي بقى افردها بالشكل ده كده علشان اقطعها ل8 قطع يكونوا حجم واحد زي ما انت شايفه كده. العجينه دي عملت معايا بالظبط 9 قطع كبار. لو عايزه تقطعيها اصغر من كده براحتك انت، بس بصراحه القوارب دي بيبقى شكلها حلو لما بتكون كبيره. انا قطعت العجينه هنا عندي حوالي 9 قطع. وابتديت بقى الم العجينه في ايديا كده والفها كده بين كف ايديا على الرخامه علشان تديني شكل دائري زي ما انتوا شايفين كده، يكون متساوي زي ما بيقولوا كده. اقرصها وتكون كلها قد بعضها حجم واحد يعني زي ما انتوا شايفين كده. في الوقت ده بقى هنجهز الحشوه بتاعتنا، وانا عندي هنا جبنه موتزاريلا وزيتون. تقدري طبعا تستخدمي فلفل احمر او اخضر او اللي انت عايزاه متاح عندك، مفيش اي مشكله. وطبعا عندي صوص البيتزا اللي هو الكاتشب. هبتدي بقى اخد عجينه كده وارش تحتها رشه من الدقيق واحاول افردها كده لشكل بيضاوي زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. فردتها بالمردانه شكل بيضاوي. وطبعا هبتدي احشي الفطيره بتاعتنا بجبنه موتزاريلا وزيتون ورشه كده من الكاتشب على الوش. وهبتدي اقفلها كده من النص زي ما انتوا شايفين. طبعا لازم تتاكدي ان انت قفلتيها كويس جدا علشان ما تفتحش منك في الفرن. وبعد كده هتقلبيها الناحيه التانية. تعالوا بينا نعمل واحده تانية مع بعض. اخدت قطعه كده من العجين وفردتها كويس جدا بالمردانه، وزي ما قلت لكم لازم تكون طبعا مفروده مستطيل بالشكل ده كده زي ما انت شايفه. حاولي تفرديها لتكون شكلها مستطيل. تيجي بقى في النص تحطي الحشوه بتاعتك اللي هي جبنه موتزاريلا او ميكس جبن او طماطم او زيتون المتوفر عندك. انا حطيت موتزاريلا وكاتشب وزيتون، الحشوه دي بتاعتك انت. وابتديت اخد كل طرف على التاني واقفلهم كويس جدا. وطبعا اتك على القفل علشان ما تفتحش منك في الفرن. وقلبيها بالشكل ده كده. حطيتها بقى طبعا في صينيه مدهونه طبعا دهنه بسيطه من الزيت. وابتديت افتحها كده من النص زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. وطبعا لازم ادهن الحروف بزيت زيتون. ما عندكيش زيت زيتون علشان طبعا تاخد لون كويس جدا في الفرن، تقدري تدهنيها صفار بيضه بنقطه خل
او فانيليا المتوفر عندك. وطبعا هدخلها الفرن على درجة حرارة 200 على الرف الوسطاني، تاخد لون من تحت، واول ما تاخد لون من فوق والجبنة تسيح بالشكل ده كده هطلعها طبعا. وطبعا علشان تحصلي على فطاير تكون طرية معاكي هتديها بخة بسيطة كده من المية طبعا طول ما هي في الفرن كده، وتغطيها حوالي 10 دقايق بالفوطة، هتطلع معاكي احلى فطاير هشة وطرية وقطنية ولذيذة. عايزة اقول لكم ان الفطاير دي بجد اختراع. هنا كانت سخنة جدا جدا، وكان نفسي اوريكم قد ايه كانت بتمط، بس كانت سخنة بطريقة بجد صعبة، ما كنتش عارفة اصلا ان انا امسكها واوريها لكم زي ما انتم شايفين كده. عايزة اقول لكم بجد قد ايه العجينة خفيفة جدا وطعمها بجد كان جميل. اولادي انبسطوا بيها جدا، وانا واثقة كمان اللي يجربها يعتمدها على طول، سهلة وسريعة، حاجة كده للعشاء مش تاخد منك 5 دقايق كده وانتي واقفه. بجد اختراع. شايفين الجمال؟ بسم الله ما شاء الله. غير انها شكلها مختلف، واخده شكل القوارب كده، شايفين شكلها بجد تحفه. جربيها صدقيني هتعتمديها على طول. عايزه اقولك كمان حاجه كده بسيطه ومش مكلفه خالص، بشويه ميه ودقيق عملت حاجه في منتهى الجمال لولادك يتعشوا بيها. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده، وطبعا لو عجبكم ادعمونا الفيديو بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.